اتربيت مع زي اي طفل مع اب وام يعني عاديين. بعد 11 سنة لفت الايام وعرفت ان انا مش ابنه. عندك كم سنة؟ عندي 11 سنة. 11 سنة. حاسس بإيه وأنت عايش مع أسرة وبعدين ما طلعتش باباك ورحت أسرة تانية؟ قلبي وجعني جامد وحسيت بتعب. قول لنا يعني الشيخ كان بيتعامل معاك إزاي؟ لا، كان اقرب حد ليا هو بابا. أنا اسمي ممدوح أحمد إسماعيل، مقيم في حتة اسمها عزبة فايد تبع المعدية. أنا يوم 30/8/2015 رحت مستشفى الشاطبي عشان نكشف لابني فارس ممدوح أحمد إسماعيل، وكان معايا عيال التلاتة أحمد ويوسف وفارس اللي عنده شهر ده. بنسأل فين قسم الأطفال اللي هنا. دخلت المستشفى الشاطبي، لقيت الست المنقبة دي بتتلفت شمال ويمين وبتسأل المدام عند مراتي. قالت لها ابن عايزة نكشف على فارس. قالت لها عيالك دول؟ قالت لها اه عيالي. قالت لها انا واختي والده هنا بقى لها ثلاث ايام. الست دي كان معاها عيل اسمه يوسف وعيل اسمه عبد الرحمن معاها في المستشفى، وراحت قسم الاطفال عشان تكشف على ابن فارس. هي اخذت عيالها الاثنين يوسف وعبد الرحمن، ومراته انا اخذت يوسف ابن اللي عنده سنه واخذت ابن اللي عنده شهر فارس. وراحت التحليلات هناك، ابني سحب منه تحليل. الدكتور قال لمراتي اقعدي 5 دقايق عبال نتيجه التحليل ما تطلع. الست دي قعدت تتكلم مع مراتي لدرجة اللي وصلت للناس اللي رايحين يكشفوا على عيالهم اللي دي أخت مراتي. خلت المدام عندي العيلين نايمين على رجليها، يوسف ابن اللي عنده سنة وفارس اللي عنده شهر. ونتيجة التحليل بتتندى فارس ممدوح أحمد، وكم واحدة نتندى عليهم عشان يقوموا يجيبوا التحليل. هاتي فارس عمال ما تقوم تجيب التحليلات. مراتي راحت حاطة لها فارس على رجليها، ومراتي قامت بيوسف. يوسف كان نايم، مراتي قامت بفارس عشان تجيب التحليلات. عبال ما دور مراتي جيت التانية التالتة بتتلفت عشان تجيب ابني من الست، والست قاعدة ما لقيتش الست ولا لقيت الولد. لقيت مراتي هي بتصوت على آخرها وشايلة يوسف ابني نايم. هي في ايه يا امان؟ قالت لي مش لاقيه الولد ولا لاقيه الست. ربنا ما يكتبها على حد. بقيت نجري انا ومراتي زي المجانين. انا طلعت بنسأل بتاع الامن، بنقول له بعد ما دورت بقى في المستشفى ونجري هنا وهنا ونجري هنا وهنا، سألت بتاع الأمن بنقول له بالله عليك ما شفتش واحدة منقبة ومعاها عيلين صغيرين؟ قال له معاها عيل مولود. قلت له ده ابني. قال لي لسه واخداه طالعة من 5 دقايق. بلغت، جيله ظباط مباحث باب شرقي. قعدنا في القضية بتاعت ابني ندورهم ونبحثهم، و6 شهور ندورهم. قعدت 11 سنة أنا ومراتي وندور ونروح مستشفى الشاطبي نتكرر عليها، نقول يمكن تيجي تسرق عيل تاني. قاعد بعد 11 سنة وبعد أمه ما ماتت ب3 سنين، بصيت لقيت وأنا قاعد المغرب كده من شهر ونص، ولقيت التليفون بيرن عليا بيقول لي لو سمحت ده تليفون إيمان محمد أمين اللي هي مراتي أنا حضرتك الله يرحمها. قلت له ده إيمان متوفية. قال لي ما أنا عارف أنت ممدوح. قلت له أيوه أنا ممدوح. قال لي أنت كان لك ابن مسروق منك من مستشفى الشاطبي وهو عنده شهر. قلت له ايه عرفك اللي هو ابني؟ قال لي انا متاكد اللي هو ابنك، ده قصه كبيره، ده الراجل بيدور عليك اللي هو ابوه بقاله 6 شهور بيدور عليك عشان يتواصل معاك. لما عرف اللي ده مش ابنه بقاله 6 شهور لما عرف عمال بيدور عليك يا ممدوح. قلت له طب ايه اللي يثبت لي اللي هو ابني؟ طب ابعت لي كده على الواتس كده شهاده ميلاده، ولا ابعت لي كده الصور بتاعته. كان اتصل بابوه اللي هو مربيه، و5 دقايق وحرنا عليك يا ممدوح. فعلا يا استاذ كان 5 دقايق فعلا، وبعت لي الصور بتاعت ابني وبعت لي شهادة الميلاد بتاعت ابني. محب اللي هو يدور عليا ويتواصل معايا. الراجل راح جايب الميعاد اللي الست مراته جايبه ابني فيه بالتاريخ 30/8/2015، وراح ضارب على التليفون على الجوجة. الراجل الشيخ اللي وصل لي ابني ضرب على التليفون سرقة طفل 30/8/2015 مستشفى الشاطبي. راح طالع له المحضر بتاعي بتاع فارس. بنقول لك جاب الرقم القومي بتاع من على المحضر، وجاب الرقم القومي بتاع مراتي وبتاع فارس ابني، ضربهم على الكمبيوتر في برج العرب، طلع له شهادة ميلاد باسم فارس ممدوح أحمد إسماعيل. راح جايب الرقم القومي بتاع مراتي وراح رايح بيه شركة التليفونات. ضربوا البطاقة ضربوا البيانات بتاعت مراتي من على المحضر في شركة التليفونات،
قال لهم يا عم ده الست دي متوفيه. الراجل ده زعل لما كلمته في التليفون، وخدت ابني في حضني، وكان الموقف مؤثر جدا وحزين جدا. الموقف كان مؤثر جدا للشيخ، قعد حزين ويبكي، وابني قعد يبكي ويعيط، خلى الناس اللي هناك كلها انهارت. ابني قعد معايا يومين هنا في البيت. ده انا بالنسبه له جديد، اب جديد واخوات جديده وبيت جديد. ابوه اللي هو مربيه الشيخ محمد، الراجل ده عمر ما نتاخر معاه، اللي هو لو قال لي انا عايز فارس اللي انا نشوفه او يقعد معايا يومين ثلاثه ما بنتاخرش. فعلا فارس ابني لسه جاي من اسبوع من عنده من هناك. الشيخ ده يشكر وكتر الف خيره، اللي هو رجع لي ابني. ضابط المباحث حكايتك ايه يا ممدوح؟ قلت له يا باشا انا حكايتي بتقول اللي ابني كان مسروق وهو عنده شهر، وعامل محضر عندكم هنا من 11 سنه. قلت له رجع لي المحامي اتصل بيا من كفر الدوار، وقال لي احنا لقينا ابنك، وبعت لي شهاده ميلاده وبعت لي الصور بتاعته. والشيخ ذات نفسه اللي هو مربي لي ابني، اللي هو ابو ابني، هو اللي جه ورجع لي ابني، وقعد يدور عليا 6 شهور في اسكندريه كلها. في 2015 مفيش الا غير ابني اللي اتسرق. وبدات التحقيقات مع الست ديت في باب شرقي لحد التحليلات ما طلعت، اللي الدكتور كان واخدها لنا هناك في الجسم، وطردنا على وكيل النيابه، والتحقيقات اتاخدت منها. انا عاوز تحليل دي ان من القاهره، من طنطا، من الطب الشرعي، ومش مني انا بس ولا من ابني، ده طلب مني ومن ابني ومن يوسف وعبد الرحمن والشيخ ومراته. وطلعنا عملنا التحليل، وبعد 12 يوم اتصلوا بيا النيابه قالوا لي تعالى يا ممدوح عشان التحليل طلع. بس انا سبحان الله، انا من غير تحليل، خلي بالك انا مش شاغل دماغي بالتحليل، خلي بالك اللي رحت عملته في طنطا. والحمد لله رب العالمين طلع التحليل ابني، واستلمت ابني بعد 11 سنه. ابني اتسرق منه وهو عنده شهر، ورجع لي بعد 11 سنه. حاجه معجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي ممدوح احمد اسماعيل.